السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طريقتي لتخزين السبانخ او لي زيبينار لمده طويله. اول حاجه كنجيبوا الكميه اللي بغينا، هما راهم متواجدين دابا. كناخذوهم كنديروهم في واحد البانيو، كنديروا لهم الماء وكنديروا لهم معلقه ديال الخل. كنحاولوا نغسلوهم مزيان مزيان من داك التراب اللي تيكون فيهم، اولا على الاقل نخليوهم في الماء واحد المده ديال نصف ساعه بما زال ليهم كاع داك التراب اللي تيكون، ونعاودوا لهم التشلال. من بعد كناخذوهم كنديروهم في واحد الشبكه، كنحاولوا نستقطروهم مزيان من داك الماء اللي هما فيه، اولا نديروهم في واحد المنديل على هذا الشكل راهم تينشفوا، اولا خليوهم ليله كامله. من بعد كناخذوهم وكنحاولوا نقطعوهم. بالنسبه لطريقه التخزين ديالهم، كاين اللي كيقطعهم بحال ما هكا على شكل مرصوات، كيديرهم مع البيض اولا مع اي حاجه بغيتو، وكاين اللي كيخليهم هكا ورقه فوق ورقه وكيديروهم في بلاستيكه وكيدخلهم للمجمد. بالنسبه لي انا قطعتهم كاملين على مربعات ودرتهم في بلاستيكه ودخلتهم للمجمد.